مين يا برج العقرب بيرجع لك في شهر 8 2026 وبيفاجئك ببداية جديدة؟ وإيه هي الحقائق اللي أنت هتعرفها وهتكون في صالحك، مش هتصدمك؟ ولو حسيت في حاجة بكلامي لمست قلبك خليك معانا للآخر، حتى لو أنت مش برج العقرب ممكن يكون في رسالة من حظك ومن نصيبك. طاقتك إيه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ انت يا برج العقرب خلاص، قواك نفذت في السيطرة على نفسك. خلاص هتروح وهتعرض بداية جديدة على حبيبك. خلاص انت تعبت من الانتظار، شفت غيره واحدة واتنين او واحد واتنين ومفيش فايدة. خلاص في حد كان واقف في العلاقة دي ومخليك ما تتواصلش مع حبيبك. هتتخطى كل ده وهتقول مش مهم، انا كده كده هرجع لحبيبي. وفعلا بتقرر انك انت ترجع لحبيبك علشان خاطر انت ما شفتش السعادة غير مع حبيبك، ودايما تفتكر الاوقات الحلوة اللي كانت ما بينكوا، صح ولا لا؟ يلا ناخد رسائل. بيقولوا لك صحتك كويسة جدا، حاول انك انت تحافظ عليها اكتر. كمان الزهور البيضاء هي القلب الطيب والعادل، يعني قلبك بيكون ابيض وجميل الشهر ده. وعندك حركة تنقلات وسفر خلال الشهر ده، برضو استعد لها كويس قوي. آه، الحياة زي اللعبة، اسحب كارت والعب بيه وعمرك ما تفكر في اليأس. أكبر شيء في الحياة بنتعلمه إن مفيش حدود للتعليم اللي إحنا بنتعلمه، وبنفضل نعيش نتعلم بقية حياتنا. احلم أكبر يا برج العقرب، وحاول إنك أنت تشتغل أكبر أو أكتر على أحلامك. النجاح في طريقه ليك، حاول إنك أنت تركز أكتر على الخطوات اللي جاية علشان تفرح بالنجاح ده وتجني ثمار تعبك. قلبك موجوع قوي يا حبيب قلبي يا اللي بتسمعني، علشان خاطر فرقة أو بعاد، في حد وحشك قوي قوي قوي. بيقول لك كمان إن في حد هيعبر له عن حبه ليك الشهر ده، حد جديد يعني. وبيقول لك إن أنت بتعيش أوقات حلوة أوي، كأن أنت في الجنة أو كأن أنت في شهر عسل، وبتعيد بناء علاقة من أول وجديد. حاول إنك أنت تعتمد على الحقيقة وما تخبيش حاجة على حبيبك لو عايز العلاقة دي تنجح. وبيقول لك إن في حد حواليك في طاقتك لابس ماسك مش موريك حقيقته. كمان في عندك شغف كبير جدا على حبيبك، بتقضي معاه أوقات حلوة الشهر ده. حبيبك اللي انت فاتح عليه القراءة بيقولك احنا الاتنين عارفين ان احنا مش لبعض. وبيقولك كمان انا متشكر للدرس الروحاني اللي انت علمتهولي. وبيقولك احنا محتاجين نسيب بعض خالص. وبيقولك انا عارف ان انا بوظت كل حاجة بغبائي او بنفسي. وبيقولك انا غير متاح الان. وبيقولك انا نفسي اقولك او نفسي تعرف قد ايه انا حاسس. وبيقولك احنا هنبقى مع بعض تاني. طيب نشوف طاقة حبيبك ايه في الوقت الحالي يا برج العقرب. بيفكر بعقلانية جدا وبكل حب. يعني المشكلة ان حبيبك بيقول دي مرحلة وخلصت خلاص. هو شايف ان انت مشيت، وبناء عليه هو قرر انه يقفل الحب على قلبه وخلاص. خلاص ينهي المرحلة دي خالص خالص. حبيبك في طاقة سفر دلوقتي وانت بتسمعني. وبيقول لك كمان إن على قد ما هو ما بيتمنى بداية جديدة، على قد ما هي تقيلة جدا على قلبه. أنت حاسس إن أنت محتار مش عارف تعمل إيه. بتقول ده حبيبي وبتاعي، أنا مستحيل أسيبه. أنت مش عايز تتنازل، حتى لو مسافر هستناه. حتى لو في آخر الدنيا هستناه يرجع. طب هكلمه هو هناك، أنا لازم أعرض. أنت فجأة كده بتقوم وبتقول أنا ده بتاعي ومش هسكت، وهجيبه هجيبه يعني، وقاعد عمال الموضوع بيكبر في دماغك جامد إن هو بتاعك مش بتاع حد تاني. طيب
بيحصل فعلًا لقاء ما بينك وما بين حبيبك، وبيحصل حساب، وبتتكلموا وبتتعاتبوا بعد فترة من توقُّف العلاقة، فترة حلوة يعني أنتم بقى لكم حبّة حلوين ما كلمتوش بعض. أنت بتصارحه وبتقول له قد إيه أنت متمسك بيه مهما حصل، وبتقول له ينسى اللي فات وخلاص اللي فات مات، أنا مش هاعمل كده تاني، مش هيبقى في فراق تاني ما بيني وما بينك، اقبل بس الرجوع ده، حسسني إنك أنت قبلت الرجوع ده، حسسني إنك أنت فعلًا بتحبني، أنا عارف إنك أنت بتحبني قد ما أنا باحبك. حبيبك للأسف قلبه واجعه منّك أوي، 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 هتتعب جامد، جامد جامد علشان تقنعه إن أنتم أصلًا ترجعوا تاني، لإن أنت خلاص هو مقتنع تمامًا إنّك أنت بتخبّي عليه حاجات وإن أنت بتخونه، في خيانة في الطاقة دي، ومقتنع تمامًا إن أنت يعني في حاجة غلط حصلت ومش هيصدّقك، مهما قُلت ومهما عِدت مش هيصدّقك. طيب بيقول أنا مش باشوف السعادة غير وأنا جنبه وهو معايا، بيكلمك يعني بتتكلموا سوا وبيحصل لقاء وبتتكلموا، بيقول لك قد إيه أنت وجعت قلبه، بيقول لك أنت محتاج تشتغل كتير علشان ترجّع ثقتي فيك، بيقول لك إنك أنت وجعت قلبه جدًا، جدًا، جدًا يا برج العقرب، بتحصل زي خناقة ما بينك وما بينه من كتر ما هو مش راضي يرجع. على قد ما هو متمسّك بيك، على قد ما هو متمسّك بكرامته، اللي حصل ده مش طبيعي، هو شايف إن أنت بتحب نَفْسك، هو شايف إن أنت شخص أناني، هو شايف إن أنت بس عشان متعلّق بيه ترجع له، ما فيش حُب في الموضوع ده، مش شايف إنّك أنت بتحبه، بيقول أنا لو كان بيحبّني ما كنتش هُنت عليه. حقيقي يا شباب الموضوع ده قولوا لي في الكومنتات، قولوا لي اللي حصل واحكوا لي هل انطبقت عليكم القراءة؟ وقولوا لي برضه انتوا بتشوفوني منين دلوقتي، وخليكم معايا للآخر هنسأل سوا 3 أسئلة ونشوف هل لو انت سنجل هيكون بتقابل حد جديد لآخر شهر 8 2026 ولا لأ؟ هل بتقابل حد جديد لو انت سنجل أو شايف نفسك سنجل؟ أيوه، وبتكون علاقة قدرية والعلاقة دي مكمّلة معاكم بقية حياتكم. طيب هل لو أنتم في طاقة انفصال، هل في رجوع قبل آخر شهر 8 2026 والّا لأ؟ يعني في انتظار أنتم الاتنين منتظرين بعض، بس بيكون في رجوع سريع فجأة، لكن للأسف يا برج العقرب لو أنت كمّلت في طاقة الغموض اللي أنت فيها دي، وإنك أنت مخبّي على حبيبك ومكمّل تخبّي عليه، أنا باقول لك العلاقة مش هتكمل. يعني مستحيل. طيب اسأل أي سؤال في عقلك وبالك ونشوف إجابته سوا والّا لأ. أيوه، بعد صراع كبير مع نَفْسك في التفكير في الموضوع ده وحيرة، بيكون أيوه إن شاء الله. شكرًا حبايب قلبي برج العقرب ونورتوني.